السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جالك يا حبيب قلبي فيديو جديد المرة دي، زي ما انت شفت في عنوان الفيديو بند حظر ارقام الواتساب. تابع الفيديو لحد الاخر عشان تعرف تستخدم البند كويس، تعرف تحظر بالبند. تمام، كل حاجة سيبها لك في وصف الفيديو، لينك النسخ العكسي ولينك البند وكل حاجة سيبها لك في وصف الفيديو. بس الاول كده، لو انت مش مشترك عندي في القناة انزل اعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس وحط لايك وكومنت للفيديو عشان يوصلك كل جديد. تمام دلوقتي هقول لك البند واقول لك من كام نسخة وكل حاجة، واعرفك ازاي تحذر ارقام. لو انت مبتعرفش تحذر ارقام هعلمك برضه ازاي تحذر ارقام. تمام، كل عليك طبعا هتنزل نسخ العكس دي، هتشغلها وتشغل عليها ارقام عندك، وطريقة الانساخ بتاعتها برضه يكون في الفيديوهات من ام تي مانجر. تمام. تمام، وبرضه ابقى انزل لكم التهديد بتاعت النسخة دي قريب. تمام يا شباب، خش نسخ العكس. اهم حاجة برضه كده زرار الحظر يكون متفعل. تمام، هتجيب رقم الضحية اللي انت عايز تحظره، بس كان أعمال أو متجر بقى عادي. نجيب مثلا الرقم ده، تاخد الرقم كوبي ومعاك الرقم كوبي، تحط في رسالة الرقم غير محفوظ، تحط الرقم بتاعك بالشكل ده، خش على الشات. تمام، نيجي البند يا صاحبي هيكون هو ده. أنا مش هينفع أبين البند في قلب الفيديو عشان الفيديو متحذرش، بس البند هيكون هو ده أول بند عشان تكون عارفه. تمام، هسيبهولك في وصف الفيديو في قلب اللينك. تمام، على سبيل المثال هتحط البند في قلب الشات، هتعمل البند بتاع مثلا مرتين ولا حاجة. تمام. بعد ما حطيت البند تطلع كده هنا عند الواجهة دي، تيجي عند روبورت وبعد كده الرقم، تيجي عند روبورت. تمام، هتلاقي علامة الصح اللي هنا دي بتكون متشالة. تمام، تيجي تعمل كام إبلاغ؟ تعمل من هنا 30 إبلاغ من الواجهة دي كده. هنا الإبلاغات اللي سهلة، مش هتعمل 30 إبلاغ في أقل من دقيقة. أقل من دقيقة تلاقي نفسك عامل 30 إبلاغ، يعني هو مش صعب ولا حاجة. تفضل تديله إبلاغات كده بالشكل ده من الواجهة دي كده. أهم حاجة الرقم يكون متصل كده، يكون أونلاين وأنت بتعكس عليه. تمام، افضل اديله إبلاغات كده من بره، وكتر في إبلاغات عادي. طول ما انت بتكتر في الإبلاغات كل ما الرقم هيطير أسرع. يعني طول ما انت بتكتر في الإبلاغات هيطير أسرع. طبيعي البند أما هنزله ناس كتير جدا هتستخدمه، في البند هيضعف، فانت كتر في نسخ وكتر في الإبلاغات. تمام. عملت 30 إبلاغ من بره. تمام، خش جوه الشات تعمل على البند كده بتاع فين الريبورت اهي، ريبورت 2 على كل واحد إبلاغين. على كل بند ترميت مرتين في قلب الشات، اعمل على كل واحد فيهم إبلاغين. تمام، حدد على البند كده، تيجي على التلات نقط تلاقي كلمة ريبورت، تعمل ريبورت. تمام، خلصت من بره الشات ومن هنا تيجي عند كلمة ريبورت دي تلاقي جوه الشات بقى. هتلاقي برضه عامل صح متشالة، افضل اديله كده مثلا بتاع 10 إبلاغات أو 20 إبلاغ من هنا، دي تلاقي أسرع من اللي فوق. تمام، اديت له إبلاغاتك من هنا بالشكل ده. تيجي عند آخر إبلاغ تكون فعلت فيه علامة الصح بالشكل ده كده وتعمل ريبورت، تلاقي شطر معاك. تمام، تطلع تخش على النسخة اللي بعدها، حط الرقم بالشكل ده برضو، أكد بس إن زر العكس مفتوح. تمام، تحط الرقم، خش جوه الشات تحط البند بتاعك اللي هو البند ده. تمام، وتديله 30 إبلاغ من بره من هنا من الواجهة دي كده. خش على البند تعمل إبلاغين على البند و20 إبلاغ من هنا من الروبورت دي كده. طب هتعمل الحوار ده من كام نسخة؟ أقولك تعمل من كام نسخة. يكون عندك بتاع 8 نسخ، يكون فيهم على الأقل 5 أساسي، أو يعتبر كلهم أساسي. يعني لو هيكون عندك ماشي، مش عندك كتر في الفيك، بس الأساسي بيكون أحسن، هيخلي الرقم يطير أسرع. تمام، ده كده للنسخ البند أعمال أو متجر عادي. طب بعد ما خلصت الإبلاغات بتاعتك من كل النسخ اللي عندك، من النسخ كلها اللي عندك، هتيجي عند آخر نسخة أو أول نسخة أنت عملت إبلاغ منها، هتفك البلوك الرقم، تفك كل البلوك. تمام، هتيجي تبعتله رسالة، اللي هو الشات ده. هتيجي تبعتله رسالة مثلا السلام عليكم، بقولك يا صاحبي أي حاجة، تبعتله رسالة اللي هو تخليه يرد عليك يعني. وهذا برد عليك انت كده خلاص، ده كده انت اللي هو الرقم هيطير. تمام، ولا الرقم ضعيف هيطير معاك على طول. الرقم كان قوي ومطرش قبل كده والشغل ده، هيقعد معاك شوية لحد ما يطير.
تمام. وانت كتر في الابلاغات على قد ما تقدر عشان الرقم يطير اسرع. كل ما انت بتكتر في الابلاغات كل ما الرقم هيطير معاك اسرع. فانت كتر في الابلاغات وكتر في النسخ هتلاقي الرقم طار معاك بشكل اسرع. تمام. طب انت مش عارف تطير ارقام ولا الكلام ده كله، انا بشرح لك اعتبر من الصفر. مش عارف تعمل الكلام ده كله، خش على قناة تليجرام بعمل هناك كل حاجة. عايز تفك ارقام، عايز تحذر ارقام، كل حاجة هناك بعملها على التليجرام. ونزل هناك ارقام فيك على طول. فانت خش هناك على التليجرام او على الواتساب، اسيب لك اللينكين بتاعهم في وصف الفيديو. تمام. ولينك برضو النسخ دي اللي هي النسخة الصفرا ديت، ولينك النسخة الحمراء هسيبها لك برضو في وصف الفيديو. تمام. سيب لك كل نسخ موجودة في وصف الفيديو باللينك بتاعها. خش حملها وحط على الارقام بتاعتك. وبرضو عايز تنسخها من ام تي مانجر، من ام تي مانجر هتعملها تنسخ لك كذا مرة. والتحديثات بتاعتها برضو بتنزل على التليجرام. خش هناك وانزل لك كل حاجة. كمان ما عرفتش تحذر ارقام خش كلمني برضو هحذر لك اللي انت عايزه. كده يا صاحبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو انت معرفتش تعمل الكلام ده كله قلت لك خش قناة التليجرام واعمل لك اللي انت عايزه. بس لو كده يا صاحبي ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام يا شباب.